جسمها اتنقل من انها بني ادمه اسمها نادين لجثه مشوهه اسمها نادين. سابها مرميه وقعد جنبها وكتب في دفتره انا ما قتلتهاش، هي اللي قتلتني الاول، وروح لبيته. وهنا بدات الكارثه تنكشف يوم عن التاني. اهل نادين اتصلوا بيها ما بتردش، بدا القلق، بدا يسالوا اصحابها زمايلها في الكليه، محدش عارف عنها حاجه. في الاخر قدموا بلاغ للشرطه، وبدات فعلا الشرطه تدور والمباحث بدات تتدخل. عرفوا عن طريق احد شركات الاتصالات ان اخر رقم اتصل بنادين كان كريم. تابعوا الكاميرات حوالين بيت كريم لكن ما لقوش لنادين اي اثر. وبعد ما فضلوا متابعين حركات كريم كام يوم عرفوا انه من وقت للتاني بيروح الفيلا بتاعه التجمع، وفعلا راحوا وراه للفيلا، لقوا الجثه وشاف الورقه اللي هو سايبها جنبها بعد 15 يوم من بعد ما قتلها، وشافوا الجريمه واتقبض على كريم. في التحقيق قال انا ما كنتش ناوي اقتلها، انا بس اتخذلت. قال كنت محتاج حد يسمعني ومحدش حبني غيرها. النيابه حكمت ان هو فعلا مذنب ووجهت له تهمه القتل العمد. الطب الشرعي قال ان ده ضرب ادى لوفاه، والخنق تم باستخدام يدين عاريتين، يعني قتل اللي بيحبها بايده. والتحقيقات كشفت ان كريم كان بيتابع مع دكتور نفساني بقاله فتره لكن قطع العلاج. ولما سالوه ليه قال لهم حسيت اني مش محتاج ده، انا كنت تمام ولقيت الشخص اللي ينفع افضفض له بعيد عن الدكتور النفساني بتاعي. لكن الحقيقه كريم ما كانش تمام. امه قالت كانت دايما ساكت سكوت غريب، بس ما حدش كان فاهم ايه اللي في دماغ كريم وكان ايه اللي بيفكر له. الجيران قالوا ما كناش بنسمع صوته في اوقات كتير، بس دايما عينه كانت بتبقى غريبه. الناس اتقسمت، بعض الناس قالت ان ده مريض نفسي ومحتاج ان هو ياخد علاج، وناس تانية قالت مفيش مبرر، اللي بيقتل وبيخطط لازم يتقتل. لكن اللي اتقتل مرجعش. ونادين راحت في شان، كانت بتحلم، كانت عايزه تفتح عياده بعد ما تتخرج، وكانت بتحب الحياه، بتحب ترسم وبتحب الحيوانات، لكن فجاه كل ده راح.